النشيد الوطني المغربي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد المنتخب المغربي الاعتماد على الاطراف الجمالي، كرة في العمق، البحث عن التوزيع، صوبر اوس، خروج الحارس لم يكن موفق حذاري، ما زال الخطر يحوم لصالح المنتخب المغربي، فيه امكانية التسديد والتوزيع، ولكن الكرة جانبت قائم الحارس سليمان حارس المنتخب الليبي. نشاهد الإعادة بالتصوير البطيء لمن فاتته اللقطة. مشاهدينا الكرام، هذه التوزيعة في العمق كانت في المستوى، والارتماء برأسية كانت رائعة، لكن أخطأ مهاجم المنتخب المغربي التقدير أمام المرمى. أول فرصة صريحة، هذا اللاعب اليساري، اللاعب المهاري، لاعب المعتصم بالله. توزيعة من هناك، ركنية، الهدف الأول لصالح المنتخب الليبي في هذه الأثناء، يمنح مهاجم المنتخب الليبي الأفضلية والأسبقية لصالح المنتخب الليبي. هذا اللاعب الذي سجل أول هدف برأسية محكمة يباغت بها دفاع المنتخب الليبي. كما تتابعون على الصورة، فرحة عارمة من جانب المنتخب الليبي. أول أهداف المباراة، سنعاود أو نشاهد المباراة إعادة بالتصوير البطيء، ارتماء رائعة رغم أن الزاوية كانت ضيقة، لكن هذا اللاعب المدافع الذي سجل هدف الأول لصالح المنتخب الليبي، نتعرف وإياكم على هوية مسجل، وهو الفائز في الجولة الماضية أمام المنتخب التونسي. كرة في العمق، يا سلام، خروج لاعبين، تمريرة قصيرة، والدفاع ينقذ الموقف في هذه اللحظات. والكرة لمن يقول الحكم ركنية لصالح المنتخب المغربي. نشاهد الإعادة بالتصوير البطيء، لقطة الهدف دائما تتابعونها، الركنية ستنفذ سريعة، المنتخب المغربي ينفذ الكرة سريعة. معتصم بالله اللاعب رقم 15 قائد منتخب ليبيا الذي يحمل رقم 13 يقصر الكرة من هناك، المنتخب الليبي في رد الحارس، ولكن يضيع ما لا يضيع، لقطة تضيع بسذاجة من جانب المنتخب الليبي بعد انفراده بالحارس المنتخب المغربي. لكن مهاجم منتخب ليبيا يضيع الكرة وجهه لوجه. نشاهد الإعادة بالتصوير البطيء، أبو لطيفة هذا اللاعب اليساري ينفرد بحارس منتخب المغرب، ضيع الكرة بسذاجة. لم لاعب رقم 24، كرات في العمق قصيرة، البحث عن التسديد، الدفاع يخرج الكرة برأسية. هذا اللاعب الذي دافع بضراوة، هذا اللاعب رقم 4 من جانب منتخب ليبيا، عبد الله الصديق. شاهدوا العادة بالتصوير البطيء، عبد الله الصديق يبعد كرة قوية، تسديدة قوية ويبعدها برأسه، استماتة من هذا المدافع. كرة ركنية لصالح المنتخب المغربي، تعددت الركنيات من جانب منتخب المغرب. هل سنشهد هدف التعادل فيما تبقى من أطوار هذه المباراة؟ كرة توزيع، دفاع يمر بلال المسير، نعم، الكرة مغربية، وضعية تسلل لسوء الحظ في هناك وضعية تسلل، كرة في العمق. نشاهد الإعادة بالتصوير البطيء، الترويض كان رائع، في هناك هدف لكن هدف ملغى بداعي التسلل.
وسقوط أحد اللاعبين على الأرض في انتظار تلقي الإسعافات. نتمنى السلامة. نعم. شاهدنا مشاهدينا الكرام لقطة الهدف الملغى من جانب المنتخب المغربي. نقلات قصيرة من جانب لاعبي المنتخب المغربي، توزيع صوب الرؤوس، والمهاجم المغربي كاد أن يودع الكرة في الشباك. كما تتابعون خروج غير موفق من الحارس سليمان الحارس الليبي. الكرة مرت سلاما بردا وسلاما على مرماه. كاد يقص الكرة المعتصم بالله، كاد يلحق بالكرة هذا اللاعب السريع اليساري المهاري طارق أبو لطيفة. موسى حسن هو من خرج وترك مكانه لزميله. كرة مغربية في هذه اللحظات، تعديل النتيجة. المنتخب المغربي يعدل النتيجة وفرحة عارمة هنا بملعب سالم مبروكي بالرويبة. اللاعب رقم 18 في صفوف المنتخب المغربي هو من سجل هدف التعادل، اللاعب رقم 22 عفوا. كما تتابعون على الصورة برأسية محكمة انفرد بها وجه لوجه أمام الحارس، كانت شباك شاغرة. نشاهد الإعادة بالتصوير البطيء، رأسية أودعها الكرة في الشباك. لاعب رقم 20 من جانب المنتخب المغربي رشيدي محمد. المنتخب المغربي يعدل النتيجة بهذه الكيفية. المغربي في هذا الحوار المثير، الحوار المغاربي الذي يحتضنه ملعب سالم مبروكي بالرويبة. حارس سليمان في مكان المناسب، أحسن التموقع في مناطقه. مشاهدينا الكرام، المنتخب المغربي يرمي بكل ثقله في الهجوم على أمل إضافة هدف ثاني. طويلة أمامية، في إمكانية تسجيل هدف في لحظات، فيما تبقى من لحظات من عمر هذه المباراة. توزيع، يا سلام على هذا التصدي، يا سلام على هذا التصدي. انفراد بالحارس، ولكن الحارس سليمان ينقذ هجمة صريحة، هجمة محققة. كما تتابعون الكرة كانت بين أحضانه، يعني يبعد الكرة ويذود عن عارينه في هذه الخطفة التي